عليها ايام من رمضان اللي فات او رمضان اللي قبله ودخل عليها رمضان دوت وما لحقتش الصوم يا عيني الايام اللي عليها، تعمل ايه؟ عليها كفاره واطعام وكده ولا لا؟ يا عم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. لا مش عليها كفاره ولا عليها اي حاجه غير ان هي تصوم الايام دي بعد ما رمضان اللي جاي دوت يخلص ان شاء الله. بس يا عم الشيخ دي واحده مقصره يعني ما كانش عندها عذر ولا غيره. حبيب قلبي العبره عندنا بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول الله عز وجل فعده من ايام اخرى. اما الدليل الوارد في الاطعام والكفاره والفديه فهو غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما تعمليش كده تاني عشان ممكن تموتي من غير ما تقضي الايام اللي عليكي وتتحاسبي على كده. فرضا لو انت متي ولسه ما قضيتش الايام اللي فاتت عليكي ممكن اي حد عندك في البيت يصوم عنك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. يا عم شير بقى انت وهي كده وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. لو واحده كانت عليها ايام من رمضان اللي فات او رمضان اللي قبله ودخل عليها رمضان دوت وما لحقتش تصوم يا عيني الايام اللي عليها، تعمل ايه؟ عليها كفاره واطعام وكده ولا لا؟ يا عم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. لا مش عليها كفاره ولا عليها اي حاجه غير ان هي تصوم الايام دي بعد ما رمضان اللي جاي دوت يخلص ان شاء الله. بس يا عم الشيخ دي واحده مقصره يعني ما كانش عندها عذر ولا غيره. حبيب قلبي العبره عندنا بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول الله عز وجل فعده من ايام اخرى. اما الدليل الوارد في الاطعام والكفاره والفديه فهو غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما تعمليش كده تاني عشان ممكن تموتي من غير ما تقضي الايام اللي عليكي وتتحاسبي على كده. فرضا لو انت متي ولسه ما قضيتش الايام اللي فاتت عليكي ممكن اي حد عندك في البيت يصوم عنك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. يا عم شير بقى انت وهي كده وصلوا على النبي عليه